السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى النهارده هنعمل احلى رز بلبن، احلى من بتاع بره وبتاع المحلات. بص عامل ازاي ما شاء الله. عملنا بقى اتنين كده بالزبيب وجوز الهند واتنين سادة، عشان هنا عندنا هنا ما فيش حد بيحب المكسرات. انا بس اللي بتدبس فيه. بس عامل ازاي ما شاء الله. يلا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي. معايا كوباية الا ربع من الرز غسلاه وسايباه شوية، ومعايا كوباية سكر، ومعايا نص كيلو حليب اللي هو الدسم، ومعايا معلقتين الكريم شانتيه وفانيليا. مش هحط له نشا خالص. هنزل بقى بالكوبايه الا ربع كده من الرز المغسول، وهنزل عليه ميه من الكاتل كده مغليه بتاع كوبايه كبيره، واحطه بقى كده على النار مع نفسه بقى كده يستوي لغايه ما احس ان الرزايه اتهرت كده في ايديا. يبقى كده حلو قوي. بص عامل ازاي ما شاء الله. شرب الميه، انا مش هحط له ميه تاني. هنزل بقى بالحليب كده، والحليب ما شاء الله فيه القشره بتاعته، وتقلبيه كده حلو. وهنزل كوبايه من السكر، مخلية هنا ربع كوباية من الحليب، وهنزل عليهم بمعلقتين من كريم الشانتيه، وقلبيه قوي. وهو بيغلي كده هنزل عليهم كده وايديكي برضو فيه. في الاخر خالص بقى هتحطي الفانيليا. يغلي غلوتين كده وخلاص. هنطلعه بقى كده، نحط الفانيليا نقطتين حلوين كده. عندك مية زهر حطي بقى كده سلطانة، بس ما شاء الله. ولسه طبعا كل ما يقعد كل ما يمسك نفسه اكتر. ريحته بقى جميلة وحاجة سخنة كده، عايزة بقى. أنا عن نفسي بحب أكله كده سخن. بس ما شاء الله. عندي بقى شوية جوز هند كده، أحط اتنين كده وأسيب اتنين للبنات. إيه رأيك بقى؟ أتمنى يا رب تجربوه وتقولي لي إيه رأيكم. أشوفكم على ألف خير في رعاية الله حبايبي.